ايه الفرق ما بين كراش وكراش؟ في الفيديو اللي فات انا شرحت معنى كلمة كراش، وقلت هي اكتر المعاني المرتبطة بكلمة كراش. وطبعا زي ما احنا عارفين ان كلمة كراش من اكتر المعاني المرتبطة بيها هي الكراش او الحب اللي بيكون جامد قوي او قوي جدا بس لفترة معينة، عشان كده دايما قلنا ان هو temporary. تعالوا بقى النهاردة اقول لكم يعني ايه كراش. طبعا كراش اللي بتكون بالاي عشان افرق ما بين كراش اللي باليو وكراش اللي بالاي. كراش معناه انك تعمل حادثه، عشان كده دايما تلاقيها مرتبطه بالpreposition into. زي مثلا اقول yesterday I crashed into a wall، يعني انا عملت حادثه ودخلت في حيطه. I crashed into your car. Crash into us. وكلمة كراش برضو ممكن تيجي بمعنى ان حاجة تخبط في حاجة جامد او حد يخبط في حاجة جامد، تمام؟ فهلاقيها دايما هنا برضو جاية مع ال preposition on او ال preposition against. Yes, she crashed on me. The wave crash against the cliff. Crash against the windscreen. ولو انا قلت ان عندي بزنس معين crashed، ده معناها ان البيزنس ده فجأة بقى unsuccessful او ان هو فشل مرة واحدة. And the entire tech business worldwide crashes. ولو انا بتكلم على كمبيوتر او تليفون او حتى any system، وقلت ان السيستم ده او الكمبيوتر ده او الفون ده crashes، ده معناها ان هو وقف فجأة ما بقاش يشتغل. Sorry for the delay. Our computer crashed. My computer crashed like 100 times. ولو عايز تقول انا نمت فجأة عند حد وانا مش مخطط لده، يعني انا مثلا كنت بزور حد وفجأة نمت عنده بس انا ما كنتش مخطط ان انا انام عند الشخص ده، هستخدم برضو الفيرب crash. زي مثلا لو انا قلت many people crashed on my floor after the party، معناها ان ناس كتيرة بعد الحفلة ناموا على الارض وما كانوش عاملين حساب ان هم هيناموا عندي. Johnny's been crashing on my couch. You can crash on the couch. It's comfortable. وبرضه ممكن تستخدم الايديوم crash and burn، وده معناها ان حاجه باظت بشكل مفاجئ، ما كانش حد عامل حسابه ان هي تبوظ وباظت فجاه. 9 out of 10 biotechs crash and burn. When you crash and burn. وعلى فكره انا ممكن برضه استخدمها كادجكتيف، اقول مثلا a crash and burn moment، يعني لحظه الفشل الذريع اللي حصل مره واحده. All those other crash and burn relationships. وعندنا برضه في crash out، معناها ان انت تنام بسرعه عشان انت تعبان قوي. I could just crash out on your couch here for a couple hours. ده الفرق ما بين كراش وكراش. او صحيح في حاجه اسمها كراش كورس، وده كورس مكثف وسريع. وبالنسبه لهدومي انا غيرت عشان بصور في يوم تاني. سلام.